بالراحه عليه ده وحيد ابوه ووحيد امه برضه، ليه خدتوا جمله واحده يعني؟ على فكره ده كلام الانبا يؤنس، مش كلام عشان ما حدش يفتكر ان احنا بنتريق ولا لا لا لا، ده كلام الانبا يؤنس هو اللي قال كده، واللي قال الكلام ده استاذ اللاهوت الدفاعي القس متى بديع. كان في البابا يؤنس 13 مره دخل قداس ولقى الكاهن بيقسم الجسد بسرعه، فدخل له وحط ايده عليه قال له بالراحه عليه ده وحيد ابوه. دي حقيقه مش هزار. قال له بالراحه عليه ده وحيد ابوه، على مهلك على المسيح عشان انت كده بتوجعه، على مهلك على المسيح عشان انت كده بتوجعه. فدي خطيره جدا. كل كلامنا بالدليل، احنا مش فاتحين البثوث دي عشان نتريق على دينكم، احنا بنوريكم انتوا شايفين الالهه اللي عندكم ازاي، عشان ما حدش يجي يضحك عليكم ويقول لك اصل المسلمين بيقولوا ان احنا بنعبد 3 طب ما احنا لو بنعبد 3 هنقول ما انتوا بتقولوا يا فندم، انتوا بتقولوا، انتوا مش فاهمين، ده مش مشكلتنا. هو انت لما تيجي تقول لي احنا مش بنؤمن باله مركب يعني ايه؟ لا فصفصها لي، اتحداك تعرف تشرحها. اقسم بالله المسيحيين بيقولوا الجمله دي وما فاهمينها. يعني ايه مش بتؤمن بإله مركب؟ يعني مش بتؤمن بإله يؤدي إلى واحد، بس هم 3 كل منهم إله ورب، كل منهم متساوي مع الآخر في الجوهر، مساوي له في القدرة والقدرة على الخلق، وكل منهم ضابط الكل، وكل منهم سرمدي. 3 آلهة يا فندم. انت لما تقول تيجي تقول لي 3 خالقين، طب ما انت كده 3 آلهة شكرا، اصل مش منفصلين. ما هو انت قلت 3 خالقين، ما تجيش بقى تقول لي مش منفصلين. انت خلاص انت ثبتت على نفسك ان انت بتعبد 3 آلهة، وكله من الأنبا رفائيل. احنا طبعا بنحب نشكر الأنبا رفائيل، لأن الأنبا رفائيل هو اللي فتح على الكنيسة كلها فتحة المشورة الأزلية إن الآلهة بتكلم بعض.